هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. جاي اتكلم معاكو ان لو انت فكرت ترتبط، طبعا في الظروف اللطيفة اللي احنا بقينا فيها دي، دور على شخص سوي بقى. ما هو مش هتبقى الظروف والشخص كمان. بمنتهى البساطة، الشخص اللي انت هترتبط بيه ده، يعني انت مش عارف هتقعد معاه قد ايه. يمكن تعيش معاه عمر اكتر من اللي عشته في بيت اهلك. فبمنتهى البساطة لازم اختار شخص سوي. والدايرة المحيطة بيا، عشان انا نفسيا ابقى كويس واعرف اكمل حياتي بشكل صح، لازم الدايرة المقربة بالنسبة لي تكون ناس اسوياء. ما فكرش ان هما هيأذوني في يوم من الايام او ان الضربة هتيجي منهم. لا، انا ابقى نايم كده ومطمن. خلاص، الناس دي ناس شبهي، ناس بتتمنى لي الخير. بمنتهى البساطة، لو اختلفت معاهم في اي حاجة، عمره ما الاختلاف ده هيؤدي لضرر سواء مادي او معنوي. الصفات الصاحب السوي هي ان انت تلاقيه دايما في ظهرك، تلاقيه دايما سند ليك، بيحمي مالك، وبيخاف على عرضك. بتلاقيه ان هو بيستر على عيوبك، مش مجرد ما تحصل مشكلة يبتدي ان هو يقول ده فيه وفيه وفيه. لا بالعكس، كتوم على اسرارك. دايما من قبل ما تفكر بتلاقيه جنبك. في كل موقف تحس ان هو لا معتبرك في اولوياته. لا هو ناس كده نادرة الوجود. فلو انت حد في حياتك من الناس دي، اوعى تسيبه، اوعى تفرط فيه بجد. الصاحب السوي بالدنيا وما فيها حقيقي. وكتروا منهم في حياتكم، هتلاقوا ان انتوا نفسيا احسن كتير، مطمنين جدا. مش هتبقى قلقان لاي حاجة تانية معاهم. ومش بكتر الصحاب على فكرة، يعني ممكن يبقى صاحب واحد بالدنيا او اتنين، خلاص مش بكترة العدد. واصل فلان متصور وليه صحاب مش عارفة 20 و10 و5. انت مش عارف النفوس شايلة ايه، هل هم اصلا ناس سوية كده من جوه؟ فلا، ممكن حد واحد ابرك من 10. شكرا.